مرحبا بورق الجبن بعجينة الباف باستري، طريقة سهلة وسريعة. هذا عجينة البورق قسمتها بالنص، وراح أخلي الحشوة اللي تضربوها. أنا خليت جبن الموزاريلا، طبعا هي أفضل إذا في تكون بجبن القشقوان. خليتها بهالشكل، كبستها عادي بالإصبعي، وبعدين أنا راح أخليها بالصينية الفرن. ورا ما أكمل بيضة أخلي لها شوية فانيليا حتى تروح الزفرة مالتها، ووراها راح أدهن بيها وجه البورق مثل ما تشوفون. تقدرون تخلون إذا ترغبون شوية ملح وفلفل أسود، بس أنا فضلت نكهة الفانيلا حتى أوخر زفرة البيض. هسه راح أدهن وجه البورق. بعدها إن إحنا نقدر إن نرش على الوجه حبة البركة أو سمسم الغير محمص. الفرن مالتي أني مشغلته على 180 درجة، وراح أدخلها للفرن. تقريبا أخذت وقت ربع ساعة، بس تحتاج إنه إحنا نتابعها حتى لا تحترق، لأن هاي عجينة الباف باستري تكون جدا رقيقة، وإذا حرارة طويلة أو زايدة تحرقها. تقريبا ربع إلى ثلث ساعة طلعتها. مثل ما تشوفون الجبن سايح من عندها، لذلك أنا أفضل جبن القشقوان. طريقة حلوة وسريعة، حبيت أنقل لكم إياها، إن شاء الله تستفادون من عندها. سويت وياها على وجبة خفيفة العشاء، سويت وياها قرص بالفطر والبيض، هسه راح تشوفوه. كان هذا عشانه اليوم. إن شاء الله عجبتكم طريقتنا. تحياتي أم نور مع ألف سلامة. لعيونك انت يا حلو يا حلو العيون، سلم يا فرحة من العمر يا ضي العيون. لعيونك انت يا حلو يا حلو العيون، سلم يا فرحة من العمر يا ضي العيون. مر بينا تلقى الوفا بينا، مر بينا ما ظل صبر بينا.